عارفين الشخص اللي بتبقى معاه في علاقة بمجرد غيابك عنه يرن عليك مرة واتنين وما تردش، وأول ما تفتح التليفون تلاقي منه 20 مسد كول، وأول ما تبقى أنت فاضي عشان تكلمه تلاقي خناقة، ولو مش عايزني من دلوقتي قول نبعد يلا مع بعض من دلوقتي يلا نبعد وخلاص تسيبوا بعض، وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. الشخص ده كل تفسيره وفهمه من خلال غيابك انت انك مش بتحبه ومش مهتم بيه، وان انت مش عايزه. كل اللي هو عمله ان هو دخل علاقه غلط، ان هو بيحبك وانت كارهه يعني، او انت مش مهتم بيه، وان هو مظلوم يعني، هو شايف نفسه دايما الطرف المظلوم، لان هو بيحبك الحب ده كله، بيقدم لك حب كتير جدا، وشايف ان انت ولا بتقدم له ولا حاجه، مفيش اي حاجه يعني هو بيديك وانت ما بتديلوش اي حاجه. ده نوع من انواع التعاطف، الشخص ده بيبذل فيها مجهود كبير جدا عشان يسعدك ويقول لك كلام زي اللي بنسمعه في الافلام وفي الروايات والحواديت وكل الكلام ده. كل اللي عايزه منك بس انك تحسسه بالامان، وانك تحسسه بالراحه والطمانينه، وانك جنبه وعمرك ما هتبعد عنه. هو ده كل اللي عايزه منك. كل اللي بيعمله ده هو عايز منك حاجه واحده بس، هو مستني منك انك ترد له الحب ده بالمقابل والاهتمام اللي هو اداهولك بالظبط. هو طريقه حبه كده، طريقه تعبير عن حبه كده، وهو دايما عنده خوف من حته ان اللي بيحبه ده يسيبه او يفقد اللي بيحبه. والله العظيم يا جدعان النوع ده من الناس بيصعب عليا قوي. الناس كتير بتظلمه ومحدش فاهمه، مع انه والله يعني هو محتاج حاجات من ابسط ما تتخيل. هو انت كل اللي انت عايزه ان انت بس تفهم احتياجاته. في ناس كتير قوي تقعد تقول لك يا عم ده زنان، ده نكدي، ده على طول مزهقني، وهو غير كده خالص. انت كل اللي انت عايزه بس انك تفهمه، تفهم احتياجاته وهو عايز ايه وتقدمها له، وهتفهم انها بسيطه جدا بالنسبه لك ومش محتاجه افوره وكل الكلام اللي انت كنت فاكره ده خالص. حسسه بالامان، خده في حضنك واحتويه. هو عايز يطمن مش اكتر. عايزك تكون حاطط قدامك دايما ان الشخص ده خايف انه يفقدك. قبل ما تكون مشغول ومش هتعرف انك تكلمه، خش كلمه وقول له انا في الوقت ده لحد الوقت ده انا هبقى مشغول ومش هعرف اكلمك دلوقتي، فمعلش انا مش هعرف اكلمك. ولو حاولت انك تفضى 5 دقايق في الوقت ده، خش قول له انا عرفت افضى 5 دقايق ودخلت عشان اكلمك، بس هما 5 دقايق بس. وبعد ما ال5 دقايق يخلصوا قول له انا هرجع مشغول تاني، ما تقلقش هرجع اكلمك في الوقت اللي انا قلت لك هفضى فيه. المفروض تطمنه ان انت بتحبه وتطمنه ان انت جنبه. ولو انت من النوع ده او من الشخص اللي عنده نوع من انواع التعلق ده، عايز اقول لك على حاجه، ما ينفعش تفضل ساكت. عايزك دايما تقول اللي قدامك على احتياجاتك، انا عايز منك كذا، انا عايز منك ده، وانت كمان فهموا بعض على احتياجات بعض. انا عايز منك كذا وانت عايز مني ايه، انا هديك كذا وانت تديني كذا، عشان دايما يبقى العلاقه ما بينكم فيها ترابط. لازم تفهموا اللي قدامكم، لازم نفهم بعض وتفهموا احتياجات بعض. ما تفضلوش على طول ساكتين، عشان في علاقات كتير بتبوظ بسبب الحاجات دي. فعايز اقول ان انتوا لو بتتعاملوا مع الشخص ده، وصلوا له الراحه والامان والطمانينه، ودايما اكدوا له الحب، ما تحسسوش ابدا انه لوحده. سلام.